ما حكم التصدق بنية الشفاء من المرض أو حتى دفع البلايا المستقبلية؟ هذه هي المسألة يسميها العلماء مسألة التشريك في النية، وذلك بأن يريد بالصدقة التقرب إلى الله عز وجل، ويريد مع ذلك أمرا دنيويا كالشفاء من المرض أو دفع البلاء أو نحو ذلك. ومثل ذلك أيضا ما لو حج يريد بذلك التقرب إلى الله بالحج ويريد التجارة أيضا. ومثل ذلك ما إذا صام يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل ويريد تخفيف الوزن. ومثل ذلك ما إذا طلب العلم في كلية شرعية يريد بذلك التقرب إلى الله ويريد بذلك الحصول على الشهادة ونحو ذلك. هذه المسألة يسميها أهل العلم مسألة التشريك في النية، وهي غير مسألة الرياء. الرياء لا يريد بذلك مراءة الناس، لكن هذا لا يريد مراءة الناس، يريد التقرب إلى الله ويريد أمرا دنيويا. هذه ما اختلف فيها العلماء، والقول الراجح أنه لا بأس بها. ومن أدلة هذا القول قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية نزلت في نفر من الصحابة أرادوا أن يتاجروا ويحجوا، ثم تحرجوا كيف يتاجرون ويحجون، كيف يجمعون بين تجارة وحج. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله إلى آخر الآية. فبين الله عز وجل أنه لا حرج في الجمع بين التجارة والحج. كذلك أيضا من أدلة هذا القول قول الله عز وجل عن نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم. الاستغفار عبادة، لكن انظر ماذا ذكر من المنافع، كلها منافع دنيوية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها منافع دنيوية. نعم، يعني أنكم تتقربون إلى الله عز وجل بهذا الاستغفار ويحصل لكم مع ذلك هذه المنافع. أيضا من أدلة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. أخرجه البخاري ومسلم. مع أن القتال في سبيل الله يشترط فيه إخلاص النية لله. الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكان، أي ذلك في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب التشجيع قال: من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه. فالذي سيقتل هذا القتيل في القتال في سبيل الله سيحرص على أن يقتل هذا القتيل من العدو ويكون عليه بينة لأجل الحصول على السلم، وهو يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل ويريد مع ذلك الحصول على السلام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، بل يعني وعد من فعل ذلك بأن يعطيه سلب هذا المقتول. فهذه الأدلة وما جاء في معناها تدل على أنه لا بأس بالتشريك في النية. وعلى ذلك جوابا عن السؤال نقول إن هذا الذي ذكر في السؤال أنه لا بأس به.